ازيك يا صاحبي؟ خليني اسالك سؤال كده، ايه رايك في الاجازه؟ هل هي بالنسبه لك وقت نوم وخروج وبس، ولا شايفها فرصه لتطوير نفسك؟ بصراحه الاجازه دي كنز كبير جدا، بس كتير مننا مش بيستغله صح. انا مش جاي اقول لك انك تبطل تخرج او تستمتع، بالعكس انا جاي اقول لك ازاي توازن بين الاستمتاع وانك تطور من نفسك عشان تخرج من الاجازه شخص جديد تماما. خليني اقول لك حاجه، فاكر اول يوم بعد الامتحانات لما حسيت ان الدنيا دي كلها ملكك؟ الاحساس ده جميل صح؟ بس عارف ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بنبدا نضيع الايام من غير ما نحس، وفجاه تلاقي الاجازه خلصت وانت مش فاكر عملت فيها ايه. عشان كده النهارده هنتكلم عن ازاي تستغل الاجازه بشكل مفيد، سواء كنت في المدرسه، في الجامعه، او حتى في حياتك العمليه. هنفتح الكلام ده مع بعض ونعرف ازاي نخلي وقتنا كنز حقيقي. يلا بينا نتكلم بالتفصيل. اولا خلينا نعرف اهميه الاجازه وهدفها الحقيقي. عارف لما تكون ماشي في الشارع وتلاقي واحد معاه كنز مش مستغله، بترجع تقول لنفسك ازاي يضيع حاجه بالقيمه دي؟ الاجازه هي الكنز ده واكتر كمان. المشكله اننا بنفكر فيها كانها وقت للراحه بس، وده اللي بيخلينا نخسر الفرصه وما نستغلهاش صح. الاجازه مش مجرد وقت بنبعد فيه عن الدراسه او الشغل، دي فتره ممكن تغير حياتك كلها لو عرفت قيمتها. فكر فيها كانها فرصه تعيد حياتك وترتيب اولوياتك، وتشتغل على نفسك بطريقه تخليك اقوى في المستقبل. يعني مثلا لو انت طالب في المدرسه، ده وقت تتعلم فيه حاجات جديده خارج المنهج. ولو انت في الجامعه، الاجازه دي هي الوقت اللي تقدر فيه تبدا حاجات جديده او حتى تفكر في مشروع صغير. ثانيا تقسيم الاجازه بين الترفيه والتطوير. عارف لما تيجي تاكل وجبه دسمه جدا وما تسيبش مكان للحلو، بتفقد متعه الحلو بعد كده صح؟ نفس الفكره لما نفكر نركز على حاجه واحده في الاجازه. لازم يكون في توازن عشان ما تحسش انك فوتت حاجه حلوه. التوازن في الاجازه مهم جدا. يعني مثلا لو عندك شهرين اجازه، حاول تخصص وقت للترفيه، للسفر، للخروج، للراحه، وفي نفس الوقت خلي جزء تشتغل فيه على تطوير نفسك. الموضوع مش معقد زي ما في ناس كتير بتتصوره. ممكن ببساطه تقسم يومك، الصبح تشتغل على حاجه مفيده، وقت الظهر تخرج او تستمتع بوقتك. الفكره كلها انك تدير وقتك صح. ثالثا تطوير نفسك ومهاراتك العمليه. تخيل انك بتبني بيت وقررت انك ما تشتغلش عليه الا لما يكون عندك كل حاجه. النتيجه ان البيت ده عمره ما هيكون موجود ابدا. نفس الحكايه مع مهاراتك، لازم تشتغل عليها حتى لو بخطوات بسيطه. في الوقت اللي الناس بتضيع فيه وقتها في حاجات ملاش فايده، انت ممكن تبدا تتعلم حاجات جديده تفرق معاك في المستقبل. يعني انا مثلا فاكر ان انا في اجازه الجامعه قررت اتعلم الفوتوشوب. كنت ببدا من الصفر، اتابع دروس اونلاين واطبقها كل شويه. النهارده المهاره دي ساعدتني كتير في شغلي. نفس الكلام ينطبق على البرمجه، التصوير، او حتى الكتابه. الحاجات الصغيره اللي هتبدا تتعلمها النهارده ممكن تبقى اساس حياتك بكره. رابع حاجه الراحه النفسيه واهميتها في الاجازه. عارف لما جهازك الموبايل يعلق ويفضل شغال طول الوقت، بتضطر في الاخر تعمل اعاده تشغيل صح؟ احنا كبشر محتاجين الراحه دي زي لما الموبايل يحتاجها. الاجازه فرصه انك تريح عقلك وجسمك. يعني مثلا جرب انك تروح مكان هادي او حتى تقعد مع اصحابك. الراحه مش مجرد تضييع وقت، دي بتساعدك انك تشتغل بكفاءه اكبر. خامسا استغلال الوقت في بناء المستقبل. كل واحد عنده حلم، بس الفرق بين اللي يحقق حلمه واللي يفضل يحلم هو الطريقه اللي بيستغل بها وقته. الاجازه هي احسن وقت تفكر فيه في مستقبلك. لو انت في الجامعه ممكن تستغل الوقت ده في تدريب عملي او شغل جزئي، ولو انت في المدرسه استغل الاجازه انك تعرف اكتر عن المجال اللي نفسك فيه. نخش في سادس حاجه، اهميه الجدول اليومي. عارف لما تكون ماشي من غير خريطه وتضيع وقت طويل عشان توصل؟ نفس الشيء بيحصل لو يومك ما فيهوش نظام. جدول يومي بسيط ممكن يغير حياتك. ابدأ يومك بحاجة مفيدة زي القراءة، ممارسة الرياضة، وبعد كده حدد وقت لحاجة بتحبها. الفكرة مش انك تملي وقتك كله بالشغل، لكن تعرف تستفيد من كل دقيقة. في النهاية الاجازة هي وقتك الذهبي، استغلها صح. ما تضيعش وقتك على حاجات ملاش فايدة، ودايما فكر ان كل خطوة صغيرة بتاخدها النهاردة هتفرق معاك بكرة. خليك فاكر دايما ان النجاح بيبدأ من استغلال الفرص الصغيرة، والاجازة دي واحدة من اهم الفرص دي. لو عجبك الكلام ده ابدأ النهاردة قبل بكرة وشوف هتقدر تعمل ايه لنفسك. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.